البطل الأسطوري الكردي رستم زال يعتبر هذا البطل من أهم الأبطال في قصص وحكايات آبائنا وأجدادنا لسهرات طويلة وعديدة على مر مئات السنين. وقد انتقل اسم رستم زال من الواقع بشجاعته الكبيرة إلى مخيلة القصصيين والحكاواتيين الكرد والفرس وحتى الأفغان والهنود وغيرهم. هذا البطل نشأ وترعرع وصنع الملاحم على أرض ميزوبوتاميا وعلى أطراف بحيرة كاسبين أي قزوين وحولها، والتي شهدت أسماء توران وسجستان ومازندران في ظل الإمبراطورية الميدية في القرن السابع قبل الميلاد، وفي ظل الملك الميدي كيخسرو، والذي يرد اسمه في الملاحم بصيغة كيكاوس. ولقد تم نسج الخيال من الأحداث التاريخية في القصص المروية والمكتوبة عن شخصية رستم زال في المجتمع والحروب والحب والسياسة حينذاك. لقد بالغ الرواة في زيادة حجم جسد رستم وابنه زهراب للإشارة إلى قوتهما في الزند وعرض المنكبين وملامح الوجه، وكذلك بالنسبة إلى الحصان رخش الذي كان يمتطيه رستم، والذي سواه لا يقوى أي حصان على حمل جسد رستم زال الضخم، وخاصة أن رستم بضغطة يد واحدة كان يخفض ظهر أي حصان آخر لدرجة ملامسة بطنه للأرض إلا حصانه رخش الذي يبقى صامدا. وكذلك بالنسبة إلى سلاح رستم زال الذي كان يستعمله في معاركه كالرمح الطويل والغليظ ذو الرأس المدبدب والكبير الذي يخترق أجساد العديد من المقاتلين معا وينغرز في الأرض لأمتار بعيدة من شدة قوة الدفع من قبل رستم زال. وهذا ما نجده بالصورة بشكل أوضح في سلاحه المعروف بالجرز الذي كان يبلغ وزنه أكثر من 100 كيلو، عندما كان يبرمه ويضرب به أعداءه فيقتل العديد منهم بضربة واحدة، ولا يستطيع رفعه أي مقاتل عن الأرض دون أن يجتمعوا معا وبأعداد كبيرة. تقول الروايات بأن الملك الميدي كيخسرو في حروبه مع أعدائه في منطقة مازندران اعتقل من قبل أعدائه عندما ساعدهم إبليس بإثارة إعصار كبير في جبال البورز، فشتت جنود كيخسرو 150,000. فذهب رستم زال لإنقاذه، وقد سلك طرقا موغلة في الأدغال الممتلئة بالأسود والنمور، وهو يخوض معهم قتال دموي بمساعدة حصانه رخش. وقد كان كيخسرو معتقلا في كهف جبلي بحراسة كبير الأبالسة. وبعد أن تخلص رستم من الوحوش صادف في طريقه جيشا بقيادة ميرزا الذي اعترض طريقه، فسأله رستم من أنت؟ فأجاب ميرزا أنا الرعد والسحاب بعينهما. وهذا ما أثار غضب رستم الذي أخذ يحاربهم ويقتل الواحد تلو الآخر حتى شتت جيش ميرزا بأكمله، ثم ربط ميرزا على جذع شجرة وتركه وغادر إلى حيث الكهف الذي فيه كيخسرو الذي يحرسه أرجنك كبير الأبالسة. وقد حدث قتال بينهما على باب الكهف، فتغلب عليه رستم وصرعه بضربة قاتلة من جرزه، ثم قطع راسه وأرسله إلى جنوده وتقدم نحو جنود كبير الأبالسة الذي كانوا يرمونه بالحجارة الكبيرة دون أن يتمكنوا من صد هجمات رستم وإنقاذ أنفسهم من عزيمته وبأسه الشديد الذي يتقدم ويقتل منهم بأعداد كبيرة، حتى إن وصل إلى كيخسرو وحرره ورجعا منتصرين إلى ميديا.